تعالي كده استني. احسن من نروح بس شو عصوري 3 ليمونات يا ست الكل، وحطي كمان القشر يا ست الحبايب، هيشيلك الزفاره خالص 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 اللي في البطه. بس حضرتك لازم تشيلي البذر من الليمون علشان خاطر ما يمررش معاكي الميه. معلقه كبيره مليانه من الكزبره المطحونه، دي ضروريه، هتودي معاكي الطعم في حته تانية خالص يا ست الحبايب. اهرسي يا ست الكل 2 أو 3 من الطماطم، 2 أو 3 حبات من الطماطم زي ما حضرتك شايفه كده. ممكن الطماطم ما تكونش مسلوقه خالص زي ما انا حطيتها كده. بصله كبيره يا ست الحبايب، ممكن اخرطها زي ما حضرتك شايفه كده، او اضربها في الخلاط او في الكبه وانعمها، وبعدين افضيها على المحلول بتاعي. ببدأ بقى يا ست الحبايب ان انا اغسل البطة كويس جدا بعد ما اكون حطيتها في 3 ادوار من المية من الحنفية قبل ما احطها في المحلول. يعني بغسلها 3 مرات، ممكن يكون مرة منهم وانا بغسل البطة من الحنفية ادعكها بدقيق وملح، وكده هيشيل الزفارة كلها يا ست الحبايب. شوفي معايا البطة بسم الله تبارك الله، فله شمعة منورة، ما فيهاش اي ريشة ولا اي شعراية. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد ان شاء الله تبارك وتعالى. لازم الغسيل بتاع ايد حضرتك يا ست الحبايب يوصل لجوانب البطة زي ما حضرتك شايفة كده بالظبط، لان الجوانب دي يا ست الكل بيكون فيها زملقة او مخاط، وبيدي ريحة وحشة وطعم وحش جدا في البطة لو سبتيه. زي ما حضرتك شايفة اهو، انا بوضح لك بالكاميرا انا ايدي بتدخل في جوانب البطة ازاي بالظبط، علشان ابقى انا وصلت لحضرتك المعلومة بكل امانة، علشان هتسأل ان شاء الله قدام ربنا تبارك وتعالى والاقي الاجابة. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن وتدبره ولو آية واحدة في اليوم، وتدبرها وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى، ثم العمل بها قدر المستطاع. زي ما حضرتك شايفة يا ست الكل يا حبيبة ماما رحاب، ان انا لما غسلت الجوانب المية اتغيرت معايا ونزل كل الدم، وبقت المية بدل ما هي نقية نزل فيها الدم وبقى لونها احمر زي ما حضرتك شايفة كده. طبعا بغسل المناطق اللي حضرتك شفتيها دي علشان تكون معايا البطة في غاية الجمال والحلاوة والنظافة وتديني ريحة حلوة جدا. الرقبة نفس الكلام، ينطبق عليها كل الكلام اللي احنا قلناه، بنشيل منها اللي حضرتك شايفاه كده كل الزوايد وكل الحاجات اللي ملهاش لازمه زي ما انت شايفه كده بشيلها علشان تكون البطه معايا نظيفه وجميله اثناء الاكل ومحدش يقرف. بنضف القناصه زي ما حضرتك شايفه كده بالسكينه، وبطلع كل المخاط برضو اللي فيها وبشقها من ورا بالسكينه علشان تستوي معايا بسرعه في قلب الشوربه. وادي كبدايه كمان غسلتها يا ست الكل وبقت زي الفل، والبطه معانا بقت شمعه منوره تبارك الرحمن. بنزل بقى يا غاليه بالمحلول بتاعي وبالمكونات اللي انا قلت لحضرتك عليها، الميه
والملح والسكر والطماطم والليمون والبصل وورق اللوري وكمان الحبهان وكمان المستكة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.